الفيلم بيحكي عن أليكس وهو طفل مسافر مع عيلته من أوكرانيا لكندا عشان يبدأوا حياة جديدة ويبقوا في حال أحسن. بعد فترة استقروا في مدينة هادية واشتروا بيت بالقسط، لكن البداية كانت صعبة جدا عليهم في المصاريف، لحد ما أمه لقت شغل في بنك وابتدت الدنيا تمشي معاهم بشكل أحسن شوية. العيلة كانت معتمدة بشكل أساسي على مرتب الأم، لأن الأب ما كانش بيشتغل وكان دايما بره مع صحابه، وده خلى أليكس يقضي أغلب وقته لوحده، خصوصا قدام الكمبيوتر اللي بقى بالنسبة له أقرب حاجة ليه. مع الوقت بدأ يتعلم أكتر واهتمامه بالتكنولوجيا زاد، وبقى عنده حلم إنه ينجح ويبقى زي مشاهير المجال زي ستيف جوبز وبيل جيتس. لما كبر شوية بقى لازم يدخل الجامعة، بس المشكلة إن الفلوس ما كانتش كفاية، فقرر يدور على شغل أونلاين. ورغم إن العائد كان بسيط والشغل مرهق، إلا إنه كمل فيه لأنه ما كانش عنده اختيار تاني، وكان بيخبي الفلوس اللي بيكسبها في جهازه عشان محدش يعرف عنها حاجة. اهتمامه بعد كده اتجه لعالم البنوك والبورصة، وبدأ يقرأ ويفهم أكتر. وفي يوم وهو قاعد في كافيه بيحاول يبعد عن ضغط البيت، سمع خبر عن هجوم إلكتروني كبير على بنك فيدرالي. ورا العملية دي منظمة على الدارك ويب، وقائدها هاكر خطير اسمه زيد، والشرطة مش قادرة توصله رغم جرايمه الكتير. يرجع أليكس البيت ويلاقي صدمة كبيرة. أمه بتعيط بعد ما اتفصلت من شغلها، والبنك بعت لهم إنهم ممكن يخسروا البيت عشان مش هيقدروا يدفعوا الأقساط. في اللحظة دي أليكس بيقرر يساعد ويطلع كل الفلوس اللي كان مخبيها ويديها لأمه. هي بتتفاجئ وخافت يكون جابها بطريقة غلط، لكنه بيأكد لها إنها من شغله وتعبه، وكانت لحظة فيها فرحة وحزن في نفس الوقت. بعد اللي حصل أليكس بيتغير وبيبقى عنده دافع إنه يلاقي حل سريع. يفتكر موضوع الهاكر ويدخل فعلا على الدارك ويب ويعمل حساب، ويتواصل مع شخص اسمه روزفيلد يسأله على طريقة يجيب بيها فلوس بسرعة، فيطلب منه يثبت نفسه الأول. أليكس ساعتها بيفكر في حد كان بيتنمر عليه ويعمل موقع مزيف ويخليه يشتري منه، وبكده يقدر يوصل لبيانات بطاقته ويسحب فلوس. بعدها يقدم المعلومات لروزفيلد اللي يحذره إن مفيش حد هيساعده لو حصلت مشكلة. أليكس بيقبل ويدخل معاهم كعضو جديد. يبدأ بعدها في شغل أكبر، يبيع منتجات مسروقة أونلاين بأسعار أقل، ومع الوقت يحقق مكاسب كبيرة جدا في فترة قصيرة. يقرر ينتقل للعاصمة عشان يبدأ تعليمه، ويوعد أهله إنه هيفضل يساعدهم. يوصل لمرحلة إنه يعمل هويات مزيفة ويستخدم بطاقات مسروقة بسهولة. يحاول يبيع ساعات غالية، لكن يقابل رفض وشك من الناس، لحد ما يظهر شخص غامض اسمه سي يعرض عليه يساعده يبيع مقابل نسبة. أليكس في الأول يتردد، لكن يكتشف إن الراجل فاهم كل حاجة. يوافق، وفعلا سي ينجح يبيع الساعات بسهولة. من هنا تبدأ شراكة بينهم، وسي يعلمه إزاي يتعامل مع الزباين ويقنعهم، ومع الوقت شغلهم يكبر ويقدروا يحققوا فلوس كتير جدا بسرعة. بعد كده أليكس بيقرر ياخد خطوة كبيرة في حياته، ويقتنع إن الجامعة مش هتضيف له حاجة جديدة، فبيسيب الفكرة خالص، وبدل كده بيحط لنفسه هدف تاني أخطر بكتير، وهو إنه ينتقم من رجال البنوك اللي شايف إنهم سبب في خراب بيوت ناس كتير، وإن أي حد ممكن يخسر كل حاجة بسبب الديون. هنا بيظهر دور سي بشكل أكبر، لأنه مش مجرد صاحب، ده عنده شبكة معارف واسعة جدا من كل الطبقات، وبيقدر يوصل لمعلومات مهمة من خلال الناس اللي بتتعامل مع موظفين البنوك بشكل مباشر. بيبدأ يجيب بيانات بطاقات ائتمان خاصة بشخصيات مهمة، وأليكس بيستغل ده ويسرق البيانات ويبدأ ينتقم بطريقته. في يوم واحدة من معارف سي بتتواصل معاه وبتطلب تقابله، وهناك بتديله بطاقة بنك تخص عميل من كولومبيا، وبتقوله إنها عايزة تنتقم منه لأنه بيضايق زباينها. أليكس بيتفاجئ إن البطاقة مفتوحة ومفيش ليها حد، وده معناه إن فيها فلوس كتير جدا، لكنه بيتردد وخايف يستخدمها. لكن سي يقنعه إنهم ممكن يجربوا بمبلغ بسيط جدا عشان يتأكدوا إن كل حاجة آمنة. فعلا بيروحوا يجربوا، وأليكس بيشتري حاجة بسيطة أونلاين، والعملية تعدي من غير مشاكل. بعدها يروح البنك بنفسه متنكر، ويقدر يسحب مبلغ كبير من غير ما حد يشك فيه. واحتفالا بالنجاح ده يخرجوا يحتفلوا سوا. تاني يوم أليكس بيقرأ خبر عن البنك اللي أمه كانت شغالة فيه، وساعتها بيحس إن دي فرصته للانتقام. بيقرر ينفذ عملية تخلي البنك يخسر ويوقف شغله لفترة. يتنكر في شكل راجل تاني
ويروح البنك ويطلب يفتح حساب وياخد قرض، وخلال الكلام مع الموظفة يوقع أقلام من على المكتب، ولما ينزل يجيبهم يحط فلاشة فيها فيروس في الكمبيوتر من غير ما تاخد بالها. الكمبيوتر يبدأ يعلق وهي مش فاهمة السبب، وأليكس يخرج بهدوء، لكن فجأة الأمن يوقفه ويطلبوا منه يقابل مدير مهم في البنك. سي بيكون مستنيه بره ومتابع الموقف بقلق. أليكس يدخل يقابل رئيس الأمن السبراني اللي يبدأ يشك فيه ويسأله عن اللي عمله ويهدده إنه ممكن يبلغ الشرطة. هنا أليكس بيلعبها صح ويقلب الموقف لصالحه ويقنعه إنه عمل كده عشان يثبت إن نظام الحماية عندهم ضعيف وإنه يقدر يطوره ويحسنه. الفكرة تعجب المدير ويوافق يديله فرصة يشتغل معاهم ويطور النظام، وكده أليكس يخرج من الموقف من غير أي أذى. بعدها بيوم أليكس يلاقي الدنيا مقلوبة على الدارك ويب، وكل الناس بتتكلم عن الاختراق اللي حصل، ومش مصدق إن الموضوع انتشر كده، خصوصا إنه تم من جوه البنك، لدرجة إن زيد نفسه قائد المجموعة أعجب باللي حصل. بعدها سي يرتب له مقابلة مع بنت من نفس المجموعة اسمها كيرا، واللي بتكون مهتمة جدا تشتغل معاه. أليكس في الأول بيكون متردد، لكن سي يقنعه يقابلها. لما يقابلها يلاقيها شخصية لطيفة وذكية، ويتكلموا عن زيد وإن الوصول ليه مش سهل ولازم تعمل حاجة كبيرة عشان تلفت نظره. مع الوقت أليكس يوافق إنها تنضم ليهم، خصوصا إنها عندها نفس التفكير. كيرا تبدأ تساعدهم فعلا، وبتجيب جهاز يطبع بطاقات بنكية مزيفة يقدروا يخزنوا عليها البيانات المسروقة ويستخدموها بهويات جديدة، وده يخلي عملياتهم أسهل وأسرع، ويقدروا يشتروا حاجات غالية ويبيعوها بسهولة. مع الشغل ده الفلوس بتزيد بشكل كبير، وكيرا بتكون إضافة قوية ليهم، خصوصا إن عندها علاقات تساعدهم يلاقوا مشتريين بسرعة، وده بيكبر شغلهم أكتر وأكتر. ومع مرور الوقت سي بيبدأ يشك في كيرا، خصوصا إنه عمره ما شاف عمها اللي دايما بتتكلم عنه، لكن أليكس بيهزر معاه وبيقول له إنه بس غيران منها عشان بقت تبيع المنتجات بسهولة ومن غير ما تحتاج مساعدته. بعد فترة كيرا بتقترح على أليكس إنهم يسافروا لهونغ كونغ، لأن الشغل هناك هيكون أوسع والرقابة أقل، وده هيساعدهم يكبروا أكتر. لكن أليكس بيرفض في الأول لأنه مش عايز يسيب سي لوحده وبيعتبره أقرب شخص ليه. تاني يوم أليكس بيروح يقابل روزفيلد وبيشكره على دعمه ليه في الدارك ويب ويديله ظرف فيه فلوس. بعدها يسأله عن كيرا، لكن روزفيلد يقول إنه ما يعرفهاش أصلا، وده يخلي أليكس يبدأ يقلق. ولما يسأله عن طريقة يوصل بيها لزيد، روزفيلد بيتوتر وبيحذره إنه ما يفتحش الموضوع ده تاني لأنه خطر جدا. في نفس اليوم يخرجوا ينفذوا صفقة كبيرة، لكن سي ما كانش مرتاح، خصوصا إن كيرا هي اللي مخططة للعملية. يحصل بينهم خناقة وتكبر لحد ما توصل قدام المشترين، واللي يطلعوا سلاحهم ويرفضوا الصفقة ويهددوهم بالقتل لو شافوهم تاني. بعدها كيرا بتوضح إن الناس دول تابعين للمافيا، وساعتها الكل يفهم إنهم في ورطة كبيرة ولازم يهربوا بسرعة. ده يخلي أليكس يوافق أخيرا على السفر لهونغ كونغ، ويسافروا التلاتة ويبدأوا هناك من جديد، يأجروا شقة ويكملوا شغلهم في السرقة والبيع، وفعلا يحققوا فلوس كتير. لكن في مرة يغلطوا وما يتأكدوش من بطاقة بنكية، فيكتشف صاحب المحل إنها مسروقة ويحاول يبلغ الشرطة، لكنهم يهربوا في آخر لحظة. بعدها يروحوا كازينو وسي يكون سكران ويخش في خناقة، وأليكس يحاول يدافع عنه، وفي الآخر الاتنين يتقبض عليهم. كيرا تتدخل وتطلعهم بمساعدة عمها، وده يخلي أليكس يشك أكتر في حكاية عمها. بعد يومين كيرا تقترح على أليكس عملية كبيرة جدا ممكن تجيب لهم ملايين من خلال ماكينات الصراف الآلي، لكن قبل ما تكمل سي يدخل عليهم ومعاه فلوس كتير ويعترف إنه استخدم البطاقة اللانهائية تاني. أليكس يغضب جدا لأن ده خطر عليهم، ويطلب منه يرجع كندا وياخد نصيبه ويمشي لأن وجوده بقى عبء عليهم. سي يوافق ويمشي، لكن يسيب له شوية بطاقات يستخدمها. بعدها أليكس يقرر ينفذ خطة كيرا، ويبدأوا يسرقوا فلوس من ماكينات الصراف باستخدام البطاقات المسروقة، ويسيبوا وراهم كروت مكتوب عليها دارك ويب عشان يبينوا إن العملية تبع زيد. تاني يوم الأخبار تعلن إن أكتر من $2 مليون اتسرقوا من ماكينات مختلفة في هونغ كونغ، وده يثبت إن العملية نجحت. أليكس يقرر إنهم لازم يهربوا بسرعة قبل ما يتم كشفهم، لكن كيرا تقترح عليه إنهم يكتفوا بالفلوس دي ويبدأوا حياة جديدة بعيد عن كل ده.
أليكس يرفض لأنه شايف إن لسه قدامه طريق طويل، ومصمم يكمل في طريقه وينتقم من البنوك اللي شايف إنها دمرت حياته. وفجأة توصله رسالة من زيد بنفسه بيهنيه على نجاح العملية ويرقيه لمستوى أعلى، وبيقوله إن حد هيتواصل معاه عشان يحدد ميعاد مقابلة. وفعلا يتحدد الميعاد ويروح أليكس وكيرا لمصنع مهجور، وهناك بيلاقوا حراسة مشددة وتفتيش. ولما يقابل زيد بيتفاجئ جدا لأنه يلاقيه شخص مريض وعنده حروق شديدة وبيستخدم جهاز أكسجين. زيد يسألهم هم ليه جم هونج كونج، وأليكس يشرح له إنهم كانوا هيتقبض عليهم في كندا وجم هنا عشان يلاقوه ويطلبوا دعمه، لأنهم عايزين يكبروا شغلهم ويبقوا زيه ويعملوا عمليات أكبر. وقتها زيد بيوضح لأليكس إن لو شغله عجبه هيخليه يوصل لكل اللي نفسه فيه، لكن لو غلط حتى لو بالغلط نهايته هتكون الموت. وبيأكد عليه إن أي حد بيشتغل معاه بيبقى ملكه، لازم ينفذ أوامره من غير نقاش، لأنه عارف كل حاجة عنه، حياته، أهله وأصحابه، وكمان مراقبهم في كل وقت ورجالته في كل مكان. بعد المقابلة أليكس وكيرا بيركبوا العربية، وأليكس بيلاحظ إن في مكالمات كتير من سي. يسمع رسالة صوتية منه بيعتذر فيها وبيقول إنه ندمان وإنه موجود في شقتهم في هونج كونج. لكن قبل ما يوصلوا بيكون في كارثة حصلت. سي بيفتح الباب لناس مسلحين، وبعدها لما أليكس وكيرا يرجعوا بيلاقوه مقتول في الحمام. أليكس بيتصدم وبيحاول يبلغ الشرطة، لكن كيرا بتمنعه لأنهم هينكشفوا فورا. وبيظهر إن صاحب البطاقة الكولومبي كان بيراقبهم وهو اللي قتله انتقاما. بعد كده بيهربوا فورا ويرجعوا أمريكا، وهناك بيجيلهم اتصال من زيد بخصوص عملية جديدة، ومفيش قدامهم اختيار غير الموافقة. الخطة كانت معقدة جدا، واحد بيتنكر في شكل رئيس البنك الفيدرالي وحد يضربه قدام الإعلام، وفي نفس اللحظة الفريق يبدأ ينفذ الهجوم الإلكتروني. وفعلا بمجرد إعلان موت الرئيس المزيف الأسواق المالية بتنهار وأسهم البنوك والشركات بتقع. ووسط الفوضى دي زيد يقدر يحول $1 مليار من حسابات مختلفة، لكن الخطة ما بتكملش، والشرطة بتكتشف إن الشخص اللي اتقتل مش الرئيس الحقيقي، وتبدأ ملاحقات. أليكس وكيرا يحاولوا يهربوا لكن بيتهاجموا، وأليكس بيتضرب ويفقد الوعي. يفوق بعدها في مكان مهجور لوحده مش فاهم إيه اللي حصل، ويهرب بسرعة ويحاول يكلم كيرا لكن مفيش رد. يفتكر اتفاقهم ويسافر تايلاند عشان يقابلها، ويفضل مستنيها كتير لكنها ما بتظهرش. يحاول يستخدم الإنترنت لكن البطاقة اللي معاه بتتكشف إنها مسروقة، وصاحبة المكان تبلغ الشرطة. وفي نفس الوقت يشوف في الأخبار إن زيد اتقبض عليه وإن كيرا ماتت وهي بتهرب. وهنا أليكس يتصدم جدا وحاسس إن في حاجة مش مظبوطة. الشرطة تمسكه لأنه مش قادر يثبت هويته الحقيقية بسبب الأوراق المزيفة، ويدخل السجن ويتحكم عليه ب2 خلال الفترة دي بيعيش في عزلة وغضب ومش قادر يتواصل مع أهله ويفقد كل حاجة. لكن بعد ما يقضي المدة يخرج ويتفاجئ مفاجأة عمره. كيرا مستنياه، يكون مصدوم إنها عايشة، وساعتها تكشف له الحقيقة كلها، إنها كانت شغالة مع المباحث الفيدرالية، وإنها كانت أصلا مسجونة وتعرض عليها إنها تخرج مقابل إنها تساعدهم يمسكوا زيد. وتوضح له إن كارتس رئيس الأمن السبراني كان شغال مع المخابرات وهو اللي اختاره عشان يوصلوا لزيد، وإن كل اللي حصل كان متخطط له، حتى علاقتها بيه كانت جزء من الخطة، وإنهم خلوها تقرب منه وتدخله في السكة دي عشان يلفت انتباه زيد. كمان بتقوله إنها ما كانتش تقدر تتواصل معاه وهو في السجن عشان ما تعرضهمش للخطر، وإنها اختفت من حياته لحد ما المهمة تخلص، واستنته لحد ما يخرج عشان تقوله الحقيقة بنفسها. وفي الآخر بتديله جواز سفره الحقيقي عشان يرجع لحياته. وأليكس بيكون متضايق ومجروح لأنه حاسس إنه اتخدع، لكنها بتعتذرله وبتقوله إنها كانت نفسها الظروف تبقى مختلفة. وفي النهاية بيقرروا يبدأوا من جديد سوا من غير كذب ولا خداع. وده بيكون نهاية الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.